لما سعر التونة المعلبة يوصل العلبة ب70 و80 جنيه، يبقى تعالى أقول لك حرام عليك لما تروحي تشتريها لأولادك وهم نفسهم فيها. هعملها لك بنفس الطريقة الحلوة الجميلة اللذيذة دي، مكونات سهلة جدا وتقدري تعمليها في البيت بكل سهولة، أطعم وألذ وأفضل من غير مواد حافظة. هتعمليها في البيت عندك. أنا اشتريت 4 كيلو سمك ماكريل، أنا بعمل كمية ليا وللعيلة معايا. طبعا أنا حطيت ورق لوري وحطيت معلقتين ملح، دي الخلطة اللي احنا هنحط فيها السمك بتاعنا، وحطيت معلقتين بابريكا مدخنة، ومعلقة فلفل اسود حب، ومعلقة بهارات كوبيبة صيني حب. لا، البهارات كوبيبة صيني نص معلقة، سوري. وهحط بعد كده مج خل ابيض عادي خالص. وهنقلب الحاجة بتاعتنا، المكونات بتاعتنا دي. واخر حاجة بنحطها هي الزيت، بنحط 2 مج زيت كبار. كده تمام زي الفل. انا جهزت الخلطة بتاعتي. بعد كده السمك انا طبعا كنت غسلته كويس جدا ونضفته من الدم اللي فيه، وحطيت عليه ليمون بالقشر بتاعه عشان يضيع لي الزفارة بتاعته. صفينا المية بتاعته وجبنا القدرة الجميلة بتاعتنا. في قدرة ستانلس موجودة بتبقى افضل من الالومنيا لو فيه طبعا، احنا دي اللي موجودة عندي. هنحط كمية الخلطة بتاعتي في القدرة، وهنبدأ نحط التونة الماكريل بتاعنا. احنا الماكريل هو بديل التونة. هنحطها واحدة جنب التانية كده عشان ما تتهريش مننا وقت الغليان. بنرصها بطريقة منظمة طبعا. وبعد ما بنرصها كده شوية نرجع نديلها شوية من السائل بتاعنا اللي هو الخل والزيت وكده. وبعدين نرجع نرص تاني طبقة تانية ونحط بقى الكمية بتاعتنا. ما جبناش اي مكونات من بره، ما قلناش الموضوع صعب جدا. تعالوا شوفوا النار بتاعتنا. اول حاجة النار بتبقى عالية لمدة 5 دقايق. ركزوا جدا معايا. عالية لمدة 5 دقايق، وبعد ال5 دقايق بنوطي النار عليها زي الشمعة كده بالظبط زي الفول. بتقعد يا شيف 3 ساعات ونص. طبعا 3 ساعات ونص، انا اللي بقول لكم الكلام ده على مسؤوليتي. سويناها بعد كده بنخرجها بالطريقه دي. افضل يا جماعه انه نسيبها بعد ما تستوي معانا، كمان نسيبها كمان ساعتين في القدره بتاعتنا. بعد ما طلعناها اخدنا السمك بتاعنا كده بنفس الطريقه دي، صفينا الميه بتاعته، وجبنا التونه قشرناها من الجلد بتاعها، جبنا البرطمانات بتاعتنا الجميله بعد ما غسلناها وعقمناها كويس جدا. هناخد الشوك نطلعه، وناخد السمك فيليه بالظبط. شايفين الشكل الجميل بتاعنا؟ الشوك بتاعها دايب جدا جدا. بعمله بكل سهولة بإيدي كده. طبعا أنا عملت 3 برطمانات كبار جدا. البرطمان ده بيشيل 4 علب تونة، التالت بيشيل حوالي 2.5 علبة تقريبا. وعندي علبة بلاستيك كمان مليانة. طبعا أنا صفيت الزيت بتاعي على جنب بنفس الطريقة دي عشان هرجع أرده تاني بس بدون أي إضافات تانية. أنا ممكن أحط فلفل أحمر، قرون فلفل أحمر مع الخلطة دي، بس أنا مش بحب ده عشان خاطر الأولاد عندي. انا عملتها ساده. انتوا حابين تحطوا فلفل احمر مفيش مشكله عندي، هيدي شكل احسن وهيدي طعم اجمل بكتير جدا. نقدر نخزنها في البرطمانات بتاعتنا ونغطيها. باكد عليكم النار واطيه جدا عشان محدش يقول لي دي نشفت مني معناها ان النار عاليه. شكل البرطمانات بتاعتنا جميل جدا، بنعبيها للاخر. لازم الزيت بيغطي معانا الكميه كويسه جدا. طب لو شيف محمود، لو الزيت ناقص من عندي او السائل ده ناقص من عندي، اعوضه بشويه زيت، عشان هي لازم تبقى واخده كفر او واخده تغطيه بالخلطه بتاعتنا دي كامله كده زيت. طبعا دي الخلاصه بتاعت السلق بتاع السمك اللي احنا عملناه. زي التونه المعلبه بناكلها يا جماعه، بنقول تاني يوم افضل، الطعم بيكون افضل طبعا من اول يوم. طبعا انا هعمل طبق جميل كده وابدا ادوقها. حاجه بسم الله ما شاء الله عليها، تحفه تحفه تحفه. بالهنا والشفا على صحتكم وصحه ولادكم. هتعملوها بطريقه سهله وبسيطه جدا. ما تنسوش اللايك وما تنسوش الشير يا جماعه عشان الكل يستفيد من الوصفه بتاعتنا. واستنوني في وصفات تانية ان شاء الله باذن الله مع الشيف محمود أدري.